شوفوا بعض المسؤولين للاسف الشديد، وهذه اللي كنركز عليها، مسؤولين دي ميغ ديال سميتو، يعني كتلقى عمده ديال المدينه يوميا كيخرج بالطوموبيل ديالو باش يمشي للمكتب ديالو وكيشوف هاد الاطفال، ولكن لا يحرك ساكنا. وانا من خلالكم الان تنقول العمده ديال الدار البيضاء اللي هي السيده نبيله، يعني انها تكون حاضره معنا في الحفل ديال الدار البيضاء، بلا ما تخلص الورقه ديالها غير تجي مرحبا بها، يعني غير تحضر تنقولها تجي فابور، والله الا تجي فابور هي والناس ديالها باش يسمعوا هذا الشيء اللي كنهضروا عليه ويعرفوا اشنو وقع في الدار البيضاء. انا تنقول لهم مرحبا بكم، وكنتمنى انها تحضر، لان بحال هذه العروض انا كنعرض عليها شخصيا، المنابر كلها كتسمع لان صعيب باش تهضر معها في التليفون، كنعيط لها ما كتجاوبش، انا كنعيط لها شخصيا ما كتجاوبنيش، ما عرفتش علاش. حاولنا ان هذه السيده هذه خصها تجي تحضر، هذه رساله من تنقولها انها تجي تحضر باش تشوف هذه الجمعيه وتشوفنا حنا اللي خدامين على هذه المساله. كذلك بالنسبه للعمده ديال اي مدينه بغينا يحضر معنا لهذه العروض اللي كدوز، لان الا حضر معنا لهذه العروض غادي يعرف هاد الاطفال والمعاناه ديالهم، ويعرف بان راه كاين مشكل كبير في المدينه. هاد الاطفال راهم مشكل كبير في المدينه، لانهم كيولي لانه ملي كيولي كيكمي ولا كيشرب او لا كيدير تيولي كيشكل خطر، يعني كيخصو يسرق، كيخصو يدير شي حوايج اللي ماشي هما، وهادو اطفال ابرياء. فلهذا تيتخص تلقى حل، وهذا الحل ما يمكن تلقاه الا الدوله، لان حتى هذه الجمعيه كتاخذهم بنهار ولكن في الليل كتعاود تطلقهم، لان ما عندهاش فين تسكنهم.